السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم هاد الوصفه، هي كتجي بنينه وفي نفس الوقت سهله، زعما ما فيهاش شي مجهود ولا. المقادير كنحتاجو بطاطا منقيه هكا، المهم ما مسلوقه ما والو، باقا خضره. كنحتاجو معاها شويه ديال البزار وشويه ديال المعدنوس وشويه ديال الملحه والبيض. والمقادير الاخرى كنحتاجوها في الحشوه. شنو عندنا في الحشوه؟ عندنا الفلفل الاخضر، فلفل الوان. المهم الفلفل اللي عندكم غادي تحتاجوه. انا عندي بجوج، وهادو كانوا عندي في المجمد وهذا كان عندي. المهم خلط. كيعجبوني انا الالوان في الاكل، كيفتحوا الشهيه. عندي البصله وكاين شويه ديال الكفته. نبداو على بركه الله. نشدوا البطاطا غادي نحكوها في الحكاكه الغليظه. ها هي بهذا الشكل هذا. نستمر. من بعد ما حكيناها غادي نعصر منها داك النشا اللي كيكون بهذه الطريقه. راه كيهبط لنا الماء كامل لتحت. هانتوما البنات، بقى هكا هاد الماء هذا الا ما حيدناش غادي يفزق لنا البطاطا. غنعاود نقلبنا. ملي عصرناها غادي نوض ندوز نديرو لها غادي نديرو شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وغادي ندير شويه ديال المعدنوس. غادي نديرو جوج بيضات. وهنايا جربت البنات شويه الفيديو باش ما يجيش طويل وصافي. المهم خلطت البطاطا مع البيض، حركتهم مزيان ودرتهم في اللاطه اللي كتدخل الفران. كي يكون الفران سخون كندخلها تحمر من التحت حتى تطيب من التحت، كتبان لك بدات كتحمر، وعاد كديري لها العافيه من الفوق على ما كيتحمر الوجه ديالها وتخرجيها من الفران. في الوقت اللي كتكون كطيب حنا نوجدوا الحشوه.
غادي نديرو الزيت عندي هنا مخلطه، انا كنستعمل زيت الزيتون وزيت المائده. غندوز ندير البصله هي الاولى، نشحروا البصله. ثاني البنات جربت شويه الفيديو، المهم ضفت الملح على البصله، درت شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، وشحرت البصله ديالي مزيان مزيان، وضفت الفلافل الالوان وزدت الكفته عليهم وشحرتها حتى هي حتى طابت لي الحشو ديالي. فهاد الوقيته كنطابت البطاطس ولويتها ما حتى سخونه، نتوما كتشوفوا باقي البخار فيها باش تشد لا فورم. من بعد ما دفات شويه بردات شويه سرحتها ودرت لها الحشوه، كنقادها مزيان باش توزع على السطح كامل. وعندي هنايا الفرماج، انا عندي الفرماج ديال الساندويتشات. المهم الفرماج اللي متوفر عندك هو اللي غادي ديريه، فرماج الحمار. كنبدا كنلويها، انا كنلويها وانا كنحيد بابي كويسون. من بعد كندخلها للفران تحمر غير واحد شويه على ما يذوب الفرماج وصافي، تحمر من الفوق وداك الفرماج كيذوب. وإلا بغيتي ديري الفرماج من الفوق كديريه، انا درت واحد شويه من الفوق وعلى ما داب الفرماج اللي لداخل وخرجتها من الفران. وتزيين حسب الذوق، ونتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها. وإلا عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك، ما تنساوش تابوناو معايا وتشجعوني. وشكرا لكم بزاف اللي كملتوا الفيديو حتى الاخر.